شكرا سيدي الرئيس أحمد محمد ويس، أستاذ النقد الأدبي والنظري والأدب في جامعة البحرين. مساء الخير الحضور الكريم. الشكر موصول لجنة الثقافة والآثار في البحرين. الشكر موصول أيضا لأسرة ودبة الكتاب البحرين على حفاوة الاستقبال وعلى أن تحضرنا في هذا اللقاء. قبل أن أرد عليكم محاضرتي البسيطة، أود أن أطلعكم على محاور هذه المحاضرة. أولا سأقدم تقديما إشكاليا حول أطرح فيه بعض الأسئلة التي سأحاول الإجابة عنها في هذه المحاضرة، ثم نقطة أولى من العناوين الفرعية في هذه المحاضرة الوعي بالتجديد، ثم ثانيا تمثلات السفر لدى الرحالين، ثم أخيرا تحولات النص الرحلي. قبل البداية أفصح لكم عن المنهج الذي اتبعته في هذه المحاضرة في إنجاز هذه المحاضرة. هذا المنهج الذي اعتمدته هو استقرائي، أحاول تتبع النصوص الرحلية التي صدرت في الوطن العربي، كل ما وصلني من النصوص أحاول قراءته، وعلى ضوء هذه القراءات خلصت إلى هذه المحاضرة التي سأقدمها لكم. المسألة الثالثة وهي بخصوص المفاهيم، لكي أثير اللبس لديكم، لدي مفهومين سيتكرر في هذه المحاضرة أريد أن أوضحهما. المفهوم الأول وهو النص الرحلي. لن تسمعوا في هذه المحاضرة كلمة أدب الرحلة. لماذا؟ لأن النص الرحلي هو جامع. قد تكون النصوص الرحلية أدبا وقد لا تكون، لأن النصوص الرحلية يكتبها كتاب ويكتبها غير كتاب. كثير من الناس الذين جاءوا إلى الرحلة أصبحوا كتابا بعد أن ألفوا نصوصا رحلية. الرحلة يمكن أن تصنع الكاتب، ولكن أن يكتب الكاتب الرحلة هذا أمر في غاية البساطة. إذا أرجو أن تتحملوني لهذه دقائق. سافر الإنسان على مر العصور وسعى إلى تقاسم تجربة سفره مع غيره من المتلقين والكتاب والمهتمين القريبين والبعيدين، ومن أجل تحقيق ذلك عمل على نقل هذه التجربة المعاشة أثناء السفر في قالب محكيات كتبها بنفسه أو كتبها غيره، أو على شكل تقارير أو يوميات أو رسائل، تبعا للاختيار الذي يسمح به تلفيظ النص الرحلي المفتوح على صيغ مختلفة وأساليب متنوعة بحسب اختلاف دواعي السفر وأسبابه، وبحسب مرجعيات ومساعي مؤلفها والسياق الذي أنتجت فيه. وأثارت تجربته المفرغة في نص رحلي خيال معاصره، انطلاقا من هيرودوت ومرورا بابن فرجان وابن بطوطة وماركو بولو ونيرفال وشاطوبريان، وصولا إلى بيشو ونيكولا بيفي والمديني وباسل فرات والبحريني فهد الشهابي. شهد كل قرن من قرون التاريخ رحاله الكبار الذين دعا صيتهم في الشرق والغرب. منذ ظهوره ظل النص الرحلي مفتوحا على التجديد، سواء على مستوى وجهات الرحالين أو اهتماماتهم، أو على مستوى تعدد انتماءاتهم. فالنص الرحلي هو المكان الذي يجتمع فيه مؤلفون قادمون من حقول معرفية متباينة وذو اهتمامات متعددة، وكذا على مستوى مضمون الرحلات والقوالب النصية التي تتخذها في صوغه وكتابته. ومع توالي القرون وتفاعلا مع التحولات الفكرية والاقتصادية والسياسية والعلمية والاجتماعية، أخذ النص الرحلي شيئا فشيئا يشهد تحولات هامة مست اهتمامات الرحالين ووجهاتهم وأشكال كتابتهم وتيماتهم
وموقع ذوات الرحالين في النصوص الرحلية. مع مطلع الألفية الثالثة شهد النص الرحلي في العالم العربي إصدارات متتالية لافتة للمؤلفين من اهتمامات فنية ومعرفية متعددة ووضعيات اجتماعية متباينة: رحالون، روائيون، قصاصون، شعراء، نحاتون، دبلوماسيون، إعلاميون، أنثروبولوجيون، لاجئون، رياضيون، سائحون. كما تميزت وجهاتهم بالتنوع: أوروبا، أمريكا، آسيا، إفريقيا، أستراليا. وقد ساهمت في هذا الزخم عوامل موضوعية وذاتية. فعلى المستوى الموضوعي لاحظنا اهتمام جمعيات مستقلة ومؤسسات ثقافية حكومية ودور نشر بالنصوص الرحلية دراسة وتحقيقا وترجمة وإبداعا، ناهيك عن إقامة ندوات وجوائز مشجعة على الاهتمام بالنص الرحلي وتداوله والاحتفاء به والحفر المعرفي فيه، إضافة إلى اهتمام الدرس الجامعي بالنص الرحلي في بحوث رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه. أما على المستوى الذاتي فيتمثل الاهتمام بالنص الرحلي والانفتاح عليه في بعض تجارب التأليف الرحلي في استجابة لحاجة فنية تكمن في بحث بعض الروائيين عن أنفاس جديدة لكتابتهم الروائية، توسع بها دائرة التلقي من خلال الانفتاح على النص الرحلي المميز بمقروئية واسعة على مر القرون. بل إن هذا الانفتاح جعل الأعمال الناتجة عنه تحظى بمقروئية أكبر من الإنتاج الروائي السابق واللاحق، وما أدى لبعض الروائيين المكرسين كخليل النعيمي السوري وأحمد المديني المغربي وبدر والد سالم العراقي إلى الاستمرار في كتابة النصوص الرحلية بشكل موازي لمنتوجهم الروائي، حتى راكبوا عددا لا بأس به من النصوص الرحلية. يدفعنا هذا إلى رسم هذه الظاهرة اللافتة في المشهد الثقافي العربي على امتداد 20 سنة الماضية، والتفكير فيها إلى طرح جملة من التساؤلات التي تفرض نفسها. أولا، هل كان هؤلاء الرحالون على وعي بما يقدمون عليه من تجديد للنص الرحلي، أم أن التجديد فرضته الظروف الخارجية لفعل السفر بالنظر إليه كممارسة إنسانية لا غنى عنها وتحولاتها على عدة جوانب: وسائل النقل، ظروف السفر، مدة السفر، الغاية من هذا السفر. ثانيا، كيف تصوروا وتمثلوا السفر؟ هل نسخوا تمثلاتهم المتوارثة أم صاغوا تمثلات جديدة لهم؟ ثالثا وأخيرا، كيف مارسوا السفر فعلا وكتابة؟ كيف تفاعل الرحالون مع ثوابت الكتابة الرحلية وأعرافها المتراكمة عبر القرون؟ هل حافظوا عليها أم جددوا فيها أم سعوا إلى القطيعة معها؟ النقطة الأولى: الوعي بالتجديد. يحاول كل واحد من هؤلاء المؤلفين الرحالين المعاصرين أن يقدم تصوره الخاص للكتابة الرحلية، قد يعبر عنه في مقدمة نصه الرحلي، كما نلمس ذلك عند المديني وشعيب حنيف. يقول المديني في مقدمة نصه الرحلي: الرحلة البهية إلى بلاد الأرجنتين وتشيلي البرية. لقد اعتمد عملنا دأبنا في تدوينات رحلات سابقة، أخص بالذكر منها كتابي أيام برازيليا وأخرى من يابان، الجمع بين التحقيق والتوثيق في الوصف والمعاينة، وبين الانطباع الذاتي محمولين ومنسوجين بأسلوب أدبي وعلى نسق سردي تتعدد فيه المشاهد وتتعارض الحكايات. فالرحلة، هذا كلام المديني، فالرحلة كتابة أدبية بلا جدال، الإنسان خلالها هو من يرحل، وبالتالي يصوب تجربته الخاصة، وبذا تتعدد المنظورات وتختلف بقدر ما يتيحه المرء من فحص ويعتري واصفه من إحساس. انتهى كلام المديني، مؤكدا على المسعى الأدبي للنص الرحلي على مستوى الأسلوب ومستوى حضور الذات وأحاسيسها في صوغ تجربة سفرها. ويقول شعيب حنيفي معبرا بشكل صريح عن وعيه بالتغيير الذي يمس فعلي السفر والكتابة: إذ صار متداخلين في كتاب الأيام
أصفار لا تخشى الخير. يقول: كتاب الأيام هو خلاصة إبداعية جمعت بين السفر والكتابة لتنتج نصا ثقافيا واحدا من فصول ومرايا تسمى طرابلس والقاهرة والرقة والرياض وقطر وتونس، تعكس في ضوء شموس التخيل حالات المسافر والكاتب، ما أرى وما أريد رؤيته وجل ما يختمر بوجداني قبل ذاكرتي وما أحب كتابته، فأدون كل ذلك بلغتي وصوتي قريبا من نفسي ومن الأمكنة بما تحمله وتخفيه. هذا انتهى كلام الأستاذ شعيب حليف. يظهر الوعي بالتجديد بجلاء في عمل رحالة العماني أطلنطيس بحر العرب تدوينات من الرحلة إلى جزيرة مصير. يقول: يشدد هذا الكاتب على أن نصه الرحلي هذا مختلف تماما عن غيره من الرحلات، من خلال ذهانه على الانتصار للذات على حساب المعرفة، انطلاقا من تصور يبني عليه الكاتب نظرته لفعل الكتابة الرحلية، ألا وهو الرحلة وكتابتها، فعل النفس في المقام الأول قبل أن يكون فعلا جسديا، عبر التقاء الحالات النفسية التي تعتري الكاتب كلما حل بالمكان والتي تسكنه وتسيطر على وجدانه قبل وبعد زيارته، رافضا البدايات التقليدية المتوقعة المتمثلة في التعريف بجغرافيا الجزيرة، وبالتالي يرفض أن يكون نصه دليلا مكشوفا كاملا مفصلا عن جزيرة مصير. وقد لا يعبر المؤلفون عن هذا الوعي في مقدمات نصوصهم، لكننا نستطيع تلمسه من خلال تبنيهم طريقة جديدة في الكتابة ورفضهم طريقة أخرى كانت سائدة، يعني أن هناك وعيا بما يقدم عليه هؤلاء من تجديد للنص الرحلي، كما يتحقق ذلك في نصوص مثلا أمجد ناصر وغيره من المؤلفين. النقطة الثانية: تمثلات السفر، كيف تمثل الرحالون المعاصرون السفر. يشهد النص الرحلي المعاصر تحولا على مستوى تمثل مفهوم السفر الذي يعيه كثير من الرحالين، ويحاولون التعبير عنه من خلال نصوصهم التي لم تعد مجرد محكيات لالتقاط انتقالهم في الزمان والمكان، وإنما أيضا صارت فرصة للتأمل في فعل السفر وسبل تحويله إلى نصوص تختلف عما تراكم من نصوص رحلية في الثقافة العربية الإسلامية. قادت هذه التأملات إلى تعبير بعض الرحالين عن تمثلاتهم لمفهوم السفر التي تباينت بحسب خصوصية تجربة السفر وشخصية الرحالة والمجال الذي جاء منه. ومن الرحلات التي انشغلت بمفهوم السفر نستحضر الرحلة المغربية إلى الأرجنتين وتشيلي البهية لأحمد المديني، ومدن أهوائي للطيف الديني العراقي لطيف الديني، ومن كازابلانكا إلى مونريال كثيرا ما يحكى ويقال للمغربي عبد الرحمن شاكيب، وعابر إلى الضباب للمغربي عبد الصمد الشنتوف. كما قلت، لا يكتفي الكتاب بتدوين سفرهم، وإنما يسربون إليه تأملاتهم في تجربة السفر ليجعلوا من فعل السفر موضوعا للنقاش يتخذ حيزا لا بأس به داخل النصوص الرحلية، بل انعكس هذا الوعي على فعل الكتابة ذاتها، فجاءت ملتبسة برؤاهم وأفكارهم عن فعل السفر ومقوماته وتحققه النصي. مثلا في كتابه كنوز السفر كما رأيتها، رحال البحرين أحمد عبد الرحمن يتوزع السفر عنده بين مفهومين: المفهوم الأول إيجابي يعبر فيه السفر حب اطلاع ومعرفة وتعلم وثقافة وترفيه وسياحة ومتعة وراحة، ثم يقدم لنا تصورا تقليديا كان سائدا في السفر، وهو تصور سلبي: السفر قطعة من العذاب، نظرا لما يتضمن من محن ومشاق. حينما ننتقل إلى الكاتب المغربي أحمد المديني يقدم لنا تمثلات كثيرة للسفر،
من ذلك مثلا السفر يجمع بين ثنائي النقل والمتعة. يرى المديني أن الذات ينبغي أن تحضر في محك السفر من خلال مستويين. يتمثل المستوى الأول في الفحص النقدي لما تراه عين المسافر، أما الوجه الثاني للذات فهو الكشف عما يعتريها من الذات من إحساسات في تفاعلها مع محطات الرحلة ومساراتها. الزوج الثاني المتعة والمعرفة، يهدف طرفها الأول إلى استمتاع الذات المسافرة بما تراه وبما تقوم به وبما تعيشه من تجارب وأحداث أثناء فعل السفر وتنقلها في الأمكنة وتفاعلها مع الناس. أما طرفه الثاني فيروم اكتشاف الإنسان وثقافته وخصوصيته من أجل خلق الفائدة لدى المسافر أولا ولدى القارئ ثانيا. النقطة الثالثة الإنسان بدل المعالم. ينبغي على النص الرحلي أن يقترب من الإنسان والكشف عن مشاعره وخصوصيات المكان حيث يعيش، اعتمادا على مبدأ رؤية المكان في الإنسان. أن يكشف الرحال عن خصوصيات الإنسان عبر التقاط لحظات من حيوان الناس وسلوكاتهم وعلاقاتهم بغيرهم وكذا علاقاتهم بالمكان وبالطبيعة. حينما ننتقل إلى كتاب مدن أهواء الروائية العراقية لطيفة الدليمي نجده طافحا بعدة تصورات وتبتلات لمفهوم السفر. أولها السفر حرية. ترى لطيفة الدليمي في السفر تحرر من ضغوط الواقع وأسر الأمكنة والعمل وضجر اليوم وزنزانة الرتابة. ثانيا ترى في السفر متعة، لأنه يمكن الكاتب المسافر من التمتع بجمال الطبيعة وسحرها والتلذذ بالمأكولات والمشروبات والاستمتاع بالصنيع الفني والأدبي للإنسان المميز لكل مدينة من المدن التي جابتها، وهو أيضا استمتاع بالألوان والروائح والأطعمة والأصوات. السفر أيضا قراءة، هو فرصة بالنسبة للكاتب لقراءة الأشياء والإنسان، يعني قراءة العالم وليس قراءة الكتب، أي قراءة كتاب الطبيعة المفتوح على جمالها وجمال إبداع الإنسان في المدن. السفر أيضا دهشة، لا يتوقف السفر عن إدهاش الكاتب بأشخاصه وأماكنه وأحداثه وأفكاره وأسراره، لما يتيح لها من اكتشاف ثقافات مختلفة ومتنوعة. النقطة الثالثة تحولات النص الرحلي المعاصر. يستطيع القارئ المتتبع لهذه الإصدارات الرحلية أن يرصد عددا لا بأس به من التحولات التي شملت بنية ولغة وانشغالات ومضمون النص الرحلي في إطار قانون الخلق المميز للنص الرحلي وتقديم إضافات جديدة. يمكن أن نرصد تحولات تالية. أولا حلول الدافع الذاتي محل الدوافع الموضوعية. صار السفر يعني دافعه هو يعني دوافع ذاتية وليس دوافع موضوعية. ظلت النصوص الرحلية على مر العصور ناتجة وموجهة ومحكومة بدافع محرك للسفر، واستمر الأمر كذلك في الرحلات المعاصرة على عكس الرحلات الكلاسيكية التي كان المحرض عليها دوافع موضوعية محركة للسفر وأيضا لفعل ترفيض هذا السفر، كما نلمس ذلك على وجه الخصوص في الرحلات السفارية التي كان فيها السفر بدافع موضوعي يتمثل في مهمة رسمية يكلف بها الرحالة من قبل السلطان، أي في إطار بعثته للدولة، سواء كرحلة ابن فضلان الذي كان مبعوثا بالملك المقتدر إلى ملك الصقالية. كما يؤلف أيضا بكتابة تقارير عنها، لا يكلف بالرحلة ولكن يكلف أيضا بأن يكتب تقارير عنها لأغراض سياسية، وأيضا في رحلة المسالك والممالك بهدف
الأقاليم ومعرفتها، والتي كانت دوافعها سياسية عقلية. جاء في سيارتين، واحدة نيسان وواحدة رينو 240-373 ونيسان 387-369. It's not in front of a door. نواصل. قلت وأيضا في كتب المسالك والممالك بهدف معرفتها والإحاطة بها، والتي كانت دوافعها سياسية وعسكرية، أي لم تكن طرفا. بينما في الرحلات المعاصرة صارت جل الرحلات المعاصرة نابعة في الغالب من دوافع ذاتية لمؤلفها، سواء على مستوى فعل السفر وعلى مستوى تحويل هذا السفر إلى نص. يعني من هذه الدوافع السياحة، المغامرة، الكتابة. هناك من سافر من أجل أن يكتب، زيارة الأصدقاء والأبناء، يعني مع اتساع العالم وهجرة الأبناء للدراسة أو العمل، فأصبح بعض الآباء يزورون أبنائهم كما غدا طرفا، يعني صار السفر طرفا، بل اتخذ السفر في كثير من النصوص الرحلة مجرد ذريعة للكتابة. النقطة الثانية والتحول الثاني تراجع الهم المعرفي وانفتاح النصوص الرحلية على التخيل. كما هو معلوم، تميز النص الرحلي بمختلف تحققاته على مر العصور بأنه نص يروم نقل معرفة مستكشفة عن الهناك، عن الأماكن البعيدة، موجهة بحس تعليمي تهدف إلى تثقيف القارئ وتنويره بمعارف جديدة. فإننا نسجل في الرحلات المعاصرة اتساع مساحة التخيل على حساب البناء على المعرفة والاستكشاف، وكل ما يرتبط بالتوجه التعليمي. فمثلا شعيب حنفي يطرح سؤال العلاقة بين الرحلة والرواية. أولا، انطلاقا من العنوان أسفار لا تخشى الخيال، وثانيا من خلال عناوين النصوص الرحلية التي يضمها الكتاب، والذي يعبر عن تجاذب واضح بين السفر والتخيل واقتراب مرجعي من التخيل الروائي عبر رهان أساسه إفساح المجال للتخيل على حساب المعرفة التي بدأت تتراجع في عالم صار قرية صغيرة وغدت المعرفة متاحة للجميع، في تسابق لافت مع التحولات التي يشهدها عالمنا المعاصر، إذ صار العالم مسرحا لتنقلات الرحالية، وعبر منح مساحة أكبر للأحلام والاستهامات وغيرها من الملافي التخيلية. النقطة الثالثة، جودة التعبير عن الانفعالات وحضور السير الذاتي. على الرغم من أن جل النصوص الرحلية كانت تكتب بضمير المتكلم حيث يتطابق المؤلف والسائل، فإن حضور العالم الذي يسعى الرحالة إلى استيعابه مما تتيح إمكانات اللغة ونقله إلى متلقيه كان أكبر من حضور الذات في النصوص الرحلية الكلاسيكية. على عكس هذا المسعى، لم يعد الرحالون المعاصرون يضعون عنايتهم الأولى بالمعارف الموضوعية التي ينقلونها، وإنما يولون عنايتهم بالدرجة الأولى بجودة التعبير عن الأحاسيس والانفعالات المتولدة عن تفاعلهم الذاتي والوجداني مع فعل السفر ومفاجآته ومغامراته وما رأوه هناك، إذ عبر كثير منهم أنهم يريدوا أن يتقاسموا مع قرائهم أحاسيسهم ومشاعرهم وانفعالاتهم، كما نلمس ذلك بقوة في رحلات الكاتب المغربي أحمد دحرشي والعماني محمد الشحري والسوري خليل النعيمي، وهو الأمر الذي أدى إلى إفساح مجال أكبر للجانب السرداتي، معلنا عن تحول النص الرحلي من الوصف إلى السرداتي، تمشيا مع الانتقال من تبئير الآخر والأماكن المزارة في الهناك إلى تبئير الشخصية الزائرة القائمة بفعل السفر.
بالكشف عن حالاتها النفسية والمزاجية وأذواقها، كما نلمس ذلك في كتاب طبق الغموض وكتاب أن تفكر في فلسطين للشاعر المغربي عبد الله صديق. فهكذا لم يعد الرحالة يراهن على هدف علمي أو إخباري، وإنما يعبر عن حاجة الحبيبية عبر منح مساحة أكبر لانفعالاته. أصبحت هذه النصوص تساهم في تشخيص طريقة وثقافة أخرى. حضور النصوص الرحلية الكلاسيكية تولي لمعرفة العالم، تولي اهتمامها بمعرفة العالم، لذلك كان الوصف أداتها المركزية لنقل هذا العالم وتقريبه من المتلقين، وأدى تناقص الهم المعرفي وتقلص المعارف واتساع الاهتمام بالذات المسافرة والتركيز عليها بدلا إلى الاهتمام بالأماكن المرتاح إليها، إلى تراجع الوصف مقابل تنامي البعد السرداتي. فصار النص الرحلي المعاصر عموما مغامرة لذات أكثر منه وصفا للعالم، فيعمل الرحالة على الاعتداد بتجربة سفره، فلم يعد بإمكان المؤلفين إخفاء ذواتهم وإبعادها عن العوالم التي جابتها، بل يفسحون المجال لمغامراتها وما عاشته من طرائف خلال تجربة السفر التي يولوها اهتماما أكبر من معرفتهم بالعالم، في تسابق مع الإقبال المتزايد من القراء على كتابات الذات، ومع تحولات إنسانية تحاول الكشف عن كل شيء. فيضمن الرحالون نصوصهم حكايات ومواقف طريفة عاشوها، كما نلحظ ذلك في نص أن تسافر للكاتب المغربي العربي بن جلود، ومما وقع له من مواقف باعثة على التندر أو بلغة باعثة على التندر خلال أسفاره. حرص الكتاب الكاتب العربي بن جلود على نقلها في قالب النوادر، أو بلغة أخرى قدم تخييلا للذات المسافرة عبر توظيف النوادر التي تسمح له بالتعبير بحرية، وجعل نصه يقترب في كثير من محطاته من الرواية والتخيل، إذ يقدم الكاتب نفسه من خلال عدة رحلات ساردا مغامرات تجعلنا نراه كأنه شخصية ذهبت بشكل مقصود لتعيش هذه الأحداث المتنوعة والطريفة. ويمكننا أن نرجع هذا إلى الأهمية التي صارت تحظى بها الذات الساردة وتجربة سفرها التي صارت رهان المحكي بعد أن صار العالم معروفا وغدت معرفته في المتناول. فلم يعد رهان الرحال السفر من أجل معرفة البلدان كما كان الأمر بالنسبة للرحالين القدامى، وإنما أصبح السفر فعل السفر سفرا للذات التي جعل منها الرحالون المعاصرون مرتكز المحكي. النقطة قبل الأخيرة تكسير بنية النص الرحلي الكلاسيكية. كان من ثوابت النصوص الرحلية حرص الرحالين على ذكر مسار الذهاب والعودة، أما في النصوص المعاصرة فنلاحظ عدم احترام هذا الثابت، إذ أخذ الرحالون يتحررون منه عبر كسره بعدة اختيارات، منها عدم ذكر رحلة الذهاب أو الانطلاق من عالم هناك أو الاقتصار على مسار الذهاب دون عودة أو الانطلاق من العودة. النقطة الأخرى حضور مقام. لافت في الرحلات المعاصرة كون محفزها والباعث عليها هو مقروء الكتاب من المنتج الأدبي، وكذا معرفتهم واطلاع على المنجز الفني والحضاري للبلدان التي كانت محطات لأسفارهم. وبالغالب ما يتفقدون الأماكن وينظمون رحلاتهم انطلاقا مما منحتهم قراءاتهم بشكل لأمجد ناصر. أخيرا تكسير الصورة النمطية. يحاول كتاب الرحلات المعاصرة تقديم صورة حية ومعاشرة للآخر بعيدا عن الصور الجاهزة التي كرسها الإعلام والسينما والمسلسلات، ويدعون
في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تجاوز هذه الصور النمطية، لأن في نظرهم لا تقدم لنا صورة الآخر كما هو في الزمان والمكان، ولا تراعي ما يقع له من تحول وتغير، تبعا لكون المجتمعات تعرف دينامية خفية تتجاوز تباتر جمود الصور النمطية الاختزالية، ناهيك عن كون السفر يكسر أفق انتظارات الرحالة، فيجد الرحال نفسه أمام صور ومشاهد وآخر غير تلك التي تشكلت فيما يحمله معه من صور ذهنية وتمثيلات بعيدة جدا عن الواقع، مما يوسع الهوة بين السماع والعيان، كما نلمس ذلك في نص للكاتب المصري مختار سعد شحاتة الذي زار بلاد البرازيل وأقام فيها مدة من الزمن في بلاد الصامرة يوميات عربي في البرازيل. هذه هي محاضرتي، أتمنى أن أكون قد أفدت وشكرا لكم.